اهلا بيكم في برنامج فرق اجيال الساده اولياء الامور. الاول هنتعرف عليهم وبعدين نلعب حاجه مش في زمنك، يعني هنخلي ولي الامر يسمع حاجه من زمانكم او يشوف حاجه من زمانكم ونشوفوا هيعرفها ولا لا، وهنعكس هنسمعكم انتوا حاجه من زمانهم ونشوف هتعرفوها ولا لا. قول لنا ده ايه؟ رابسو. تفتكري ايه رابسو؟ ده بتاع غسيل. ثواني محدش يتكلم تحت، كله على ساكت. باتل جراوندز. دي لعبه بلاير. عامله مشاكل لكل الناس. اللعبه على الموبايل. ده اللي قدرت افسره. لا دي لعبه ما فيش اشهر منها في الدنيا دلوقتي. اللعبه دي عامله ادمان بجد لعدد كبير من الشباب. تخيلي ان ممكن شاب يقعد 12 ساعة و13 ساعة عشان يلعب اللعبة دي. شيلن برنس يا ابني، نحييه. ده حضرتك تعرفه؟ ده الفي ار. ده ايه حضرتك؟ بابور. الوابور. ده الوابور بقى، سهل ان شاء الله. حضرتك تعرف العلامة دي بتاعت ايه؟ بتقعدوا عليها حاجة اسمها ستريكات. ايه؟ اسمها صح؟ ستريك صح؟ بيقولوا ان الستريك ده بيظهر مرة واحدة او حاجة زي كده. يا عفاريت، بعتوا ستريكات لمين انت؟ هي دي جدرة جدرة؟ انا مش دي مش جدرة يا اخوي. بصي حضرتك، ادي ماما. الأغنية بتقول شعشع دربن دع دربع دري شعشع دربن دو نمت في الآخر بزعزع رخم القعدة بلعنا المعنى. قائل هذه العبارة يرضيني ذمتك عارفها؟ أنا قالوا لي عليه. لا أصل ده اللي غنى ده ليه حكاية معايا لوحده. مين ده؟ إنه أبو يوسف. فاكرين إنها لا تستطيع الحل بدون أبو يوسف. ده هحكي لأولياء الأمور. كنا في امتحان وقاعدين بنراقب على العيال والدنيا قلوبة، وبقول الامتحان ده شامل ومهم ومحدش يتحرك من مكانه وبزعق، وبنراقب عليهم عشان الامتحان فيصلي. ولقيت بنت حاطه هاند فري، فراح التيم بتاعنا بيقول لها ايه يا ماما ازاي تمتحني وانت حاطه هاند فري؟ غلط كده، اخلعي الهاند فري. فزعلت ولقيتها بتزعق، فقلت لها طب تعالي مالك؟ قالت انا ما اعرفش احل من غير صوت ابو يوسف، انها لا تستطيع الحل. فقلت لها ما عسى ان يكون هذا الابو يوسف يا امي. مين ابو يوسف؟ قالت لي ده رابر. خلي بالكم في حاجات اولياء الامور عارفينها عن زمانكم لان مضطرين يعرفوها عشان يتعايشوا معانا، انتوا فاهمين؟ لكن احنا ما نعرفش حاجة عن زمانهم رغم ان احنا المفروض نرجع. صدقوني لو الدنيا هتحلو وترجع لورا ما تطلعش لقدام. باجي وفي ايدي الرضعة عشان اغدي النونة في الحرب ده انا على وضعي ما جيتش راجل فودنا بتهيفاتوا بتقولوا ايه يعني يا ريت. قبل ما اقول لك السؤال، تخيل حضرتك ان كلمة لأغنية من أهم اليومين دول اللي كلهم طبعا حافظينها بتقول أجي وفي إيد الرضعة عشان أغدي النونة. يعني هي دي الكلمات اللي بيغنوها دول، أجي وفي إيد. ما إحنا بنتكلم عن فرق أجيال خلاص، فهم بيغنوا أجي وفي إيد الرضعة عشان أغدي النونة. فأنا هسأل حضرتك، مش هسألك اسم النونة، أنا عايز اسم اللي بيغني الأغنية. بتونس بيك وانت معايا. بس ماما خلاص، حلو قوي كده. ده انتوا بتتلككوا. اغنية بتونس بيك سهلة. مين اللي بيغنيها؟ لا مش من غير ماما. مين اللي بيغني؟ دي استحالة. طب هي ست. ما هي ست يعني هي راجل. ماما هتقول موجودة في الجنينة. مين هي يا ماما؟ فلة وردة. وردة. وردة.
انت بتقولي ماما هي في واحده اسمها ورده؟ انتوا عارفين عصام صاصه. تعرفي ورده؟ طيب انت لو كنت بتهتم ومالي عينك كنت هتتلم، انت لو كنت بتفهم ما تزعلنيش وتدلعني. الاغنيه بتقول انا قلت بس اغنيه معروفه. ما تبوظوش الفقره ثانيه. الاغنيه حضرتك بتقول مخصمك. انا سمعتها. انا مش مهم مين هي، انا مش اسال على مين لان انا برضه ما اعرفش مين. قال الشاعر ايه؟ فاكرين انتوا ما حدش يتكلم. مخصمك نقط. يلا بقى وابعد عني مخصمك. انا مش طايقاك. ودكاتره ايه؟ ودكاتره نهاركوا اسود. ارجعوا لي حصه وانا هعرف اتعامل. الرساله اللي عايز اقولها من الفقره الاولى، واللي انتوا عايشينه غير اللي انا عشته وغير اللي قبلي عاشوه، لكن الاهم اننا نعرف نفهمكم وان انتوا تعرفوا تفهمونا. اكتر حاجه يمكن مخلياني اعرف اوصل لقلوبكم مش اني بدرس لكم ماده علميه، لا، اني بحاول اعيش تفاصيلكم، اعيش اللي انتوا عايشينه، افهم اللي انتوا فاهمينه. فجايز لما نفهم اللي انتوا فاهمينه نعرف نحسكم ونعرف ندرس لكم ونعرف نشوف فيكم حاجات حلوه.